جسمك عبارة عن مسارات حيوية. لو الطاقة فيها ماشية بسلاسة حياتك بتمشي بسلاسة. لكن لو المسارات دي بقى حصل لك فيها بلوك أو انسداد طاقي، انت هنا بتبدأ تحس بالعراقيل في الواقع بتاعك. تعال أقولك ازاي بشوية حاجات بسيطة تعملها يوميا تفتح المسارات دي تاني. اول حاجة لازم تعرفها ان اعضائنا مش بس وظائف حيوية، دي مخازن للمشاعر بتاعتنا. يعني مثلا كمثال الكبد هو اللي مسؤول طاقيا عن التخطيط والرؤية المستقبلية بتاعتك. لما احنا بنكتم غضبنا او توترنا المسار ده بيتأثر، فبنلاقي نفسنا مشتتين ومش عارفين احنا عاوزين ايه. عشان كده ابدأ يومك كل يوم الصبح بكوباية مية دافية بليمون. الحركة دي بتعمل لك تنقية للكبد، وطاقيا انت هنا بتبعت رسالة لجسمك ان انت مستعد تنظف رؤيتك. لما الكبد بتاعك بيرتاح هتلاقي افكارك بقت ارتب، هتلاقي قدرتك على اتخاذ القرارات بقت اقوى بكتير. تاني حاجة هي طاقة الاستقبال بتاعتك. من الساعة 7 الصبح ل 9 الصبح دي ذروة نشاطك. لو قضيت الوقت ده في الزحمة والتفكير في المشاكل انت هنا بتقفل بوابات الاستقبال عندك. امال اعمل ايه في الوقت ده؟ استغل الوقت ده في التنفس الواعي. الشهيق العميق بيغذي مسار الرئة. الرئة هي اللي مسؤولة عن تقديرك لذاتك. لما انت بتملى جسمك اكسجين هنا انت بتبرمج عقلك ان انت تستحق الافضل. ده بيخلي الهالة بتاعتك تقوى جدا جدا فتجذب كل ما هو ايجابي. تالت حاجة الطاقة الراكدة. لما بتحس بجسمك تقيل اعرف ان هنا في مشاعر قديمة متخزنة ومحتاجة منك ان انت تحررها. اللي هيفيدك هنا هو الحركة المرنة. مش لازم تعمل رياضة عنيفة، بس جرب ان انت مثلا تعمل ستريتشنج بسيط لجسمك كل يوم الصبح. الحركة دي بتفكلك القفلات الطاقية اللي في جسمك، وده بينعكس على حياتك بشكل مباشر. هتبتدي تحس ان الامور بدأت تمشي معاك بسهولة وبيسر من غير اي مجهود خرافي. وهنا كمان في حاجة غايبة عن ناس كتير، وهي مسار التعبير او منطقة الحلق. المسار ده هو الجسر اللي بينقلك من مجرد فكرة في دماغك لواقع ملموس. احنا هنا لما بنكتم كلامنا او بنقول كلام سلبي عن نفسنا احنا حرفيا بنخنق طاقتنا. هنا بنوقف بايدينا تجلي اهدافنا. طب المفروض اعمل ايه؟ راقب الكلمات اللي انت بتطلعها من لسانك اول ما بتصحى. بدل ما تقول يومي تقيل او ورايا حمل ما يتشالش، قول مثلا انا مستعد ان انا استقبل اليسر واللطف النهارده. الكلمة طاقة، وكل كلمة ليها ذبذبة، ولما انت بتنطقها بوعي انت بتفتح مسار الحلق وبتبتدي ان انت تشكل الواقع بتاعك بصوتك. عود نفسك ان كلامك يكون موزون وشبه النسخة اللي انت عايز توصل لها، لان هنا الكلمة هي اول خطوة في طريقك للنجاح. ولو انت حابب تحلل الخريطة الفلكية المدمجة بمسارات طاقتك وتعرف فين العراقيل اللي عاملة لك انسداد في طاقتك، تقدر تتواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. وما تنساش تسأل عن كورس فك الشفرات لو عاوز 2026 يكون عام التغيير الملموس